أهلا بكم. الخبير التحكيمي كابتن جمال الشريف ينهي الجدل في الحالات التحكيمية لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ويفضح حكم ومعلق المباراة. شاهد بالفيديو ماذا قال جمال الشريف. ولكن في البداية ياريت نصلي على سيدنا محمد ولا ننسى الإعجاب بالفيديو. انتهت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بمفاجأة من العيار التقيل. المصري البورسعيدي استطاع أن يفوز على الزمالك ب2-0. المصري عمل مباراة كبيرة جدا جدا أمام نادي الزمالك. هنا حصل يعني جدل كبير جدا في بعض الحالات التحكيمية، واللي بسببها اتسأل نقاد رياضيين كتير عن الحالات التحكيمية. بس خلينا مع الخبير التحكيمي كابتن جمال الشريف محلل قنوات بين سبورت، واللي أدلى بتصريحات صحفية مثيرة جدا للإذاعة القطرية خاصة بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي. كابتن جمال الشريف قال إن الحكم أحمد الغندور كان ماشي كويس جدا جدا وأدار المباراة بشكل أكتر من ممتاز، وحكام الفار طبعا كابتن محمود البنا أدار برضو المباراة بشكل فوق الممتاز. يعني الراجل اتكلم عن حكم الساحة وحكم الفار وقال ان الاتنين اداروا المباراة بشكل كويس جدا. والراجل اتكلم عن الحالة الاهم وهي حالة ركلة الجزاء بتاعة احمد سيد زيزو، وقال انا مش هتكلم، الاجهزة هي اللي هتتكلم. طبعا احنا عارفين ان الاذاعة القطرية بين سبورت عندهم اجهزة حديثة جدا جدا لتقنية خط المرمى، بيستخدموها بقى في الدوريات العالمية وفي البطولات المجمعة للمنتخبات والبطولات القارية العالمية. فطبعا التقنية دي أثبتت أن الهدف غير صحيح والكرة لم تتخطى خط المرمى بكامل محيطها، يبقى هنا الهدف غير صحيح. وكل الجدل الكبير اللي احنا شفناه دوت يعني بسبب كرة لم تتخطى خط المرمى يا جماعة. هنا كابتن جمال الشريف أكد ان الهدف غير صحيح، وأكد كمان ان الحكم أدار المباراة بشكل كويس جدا جدا. يعني الناس شايفة ان في مشاكل لان الزمالك فقط معرفش يكسب المصري البورسعيدي. كمان كابتن جمال الشريف اتكلم عن معلق المباراة اللي قال ما ينفعش أبدا يتدخل في الحالات التحكيمية، ولا ينفع يقول إن الكرة هدف أو مش هدف، لأن كابتن مؤمن حسن معلق المباراة قال إن الكرة هدف أثناء إذاعته لهذه المباراة. بلاش نخلي الانتماء يسيطر على المباراة، مش علشان انت زملكاوي وزعلان إن الزمالك خسر من المصري البورسعيدي تطلع وتتكلم وتقول إن المفروض إن هذه الكرة هدف. عادي جدا ان الزمالك يخسر من المصري البورسعيدي. بلاش نعمل ضجة وحكاية ان احنا هنتسحب من الدوري، ولو مش عايزيننا في الدوري ده ندور لنا على دوري تاني. اكيد لو الزمالك مشي في المباراة بشكل كويس وجاب هدف واثنين وثلاثة ما كناش سيطرنا ولا اتكلمنا في حكاية كورة تخطت الخط ولا لا. اعملوا زي النادي الاهلي دائما بيخلص مبارياته بهدف واثنين وثلاثة، فبالتالي ما بنحتاجش لكل الجدل هذا.